في أهداف عمرها ما تتنسي، ودول أكتر 20 هدف فيهم إثارة وجنون في تاريخ كرة القدم. ونبدأ بالهدف رقم 20 وهو هدف فينسنت كومباني أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. بيتقدم كومباني بالكورة وبيشوط كورة صاروخية، ما بيقدرش شمايكل يعمل لها أي حاجة وبتدخل الكورة جون. وكان هدف هو السبب في إن مانشستر سيتي بيقدر إنه يحقق اللقب في موسم 2019 بعد ما كان في منافسة شديدة جدا مع ليفربول، وليفربول كان متقدم عن مانشستر سيتي بفرق نقطتين. الهدف رقم 19 هدف روبرتو كارلوس مع البرازيل في مرمى فرنسا. فاول من بره ال 18 وبيفاجئ روبرتو كارلوس الكل وبيقدر انه يسدد الكوره ويسجل هدف مجنون ومثير جدا. هدف ايقوني وهدف فريد من نوعه هيفضل موجود في التاريخ لوقت طويل جدا. الهدف رقم 18 هو هدف جاك ويلشر امام نورwich سيتي في سنه 2013. من كازورا لجيرو لويلشر اللي بيقدموا جمله فيها تيكي تاكا، وبيسجل جاك ويلشر هدف مجنون ومثير جدا. الهدف رقم 17 هدف ليونيل ميسي قدام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. هدف مش محتاج شرح ولا محتاج إن أنا أتكلم عنه. هدف أيقوني وهدف مثير جدا ومجنون. قدر فيه ميسي بمهارته إنه يقعد بواتنج على الأرض ويسجل هدف أسطورة هيفضل في التاريخ لوقت طويل جدا. الهدف رقم 16 هدف الظاهرة رونالدو مع برشلونة. بيستلم رونالدو الكرة في نص ملعبه وبتوازن وقوة بدنية كبيرة جدا بيقدر إن هو يتخلص من دفاع الخصم، وبمهارة عالية بينطلق بالكورة من نص الملعب وبيسجل هدف مجنون ومثير جدا. هدف ما يسجلوش غير الظاهرة رونالدو. وبكده يتبقى معانا في القائمة 15 هدف، لكن قبل ما نكمل لو وصلت لحد هنا والحلقة عجبتك فما تنساش إن أكبر دعم ممكن تقدمه ليا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وندخل على الهدف رقم 15 هدف باولو دي كاني. هدف من ركلة على الطاير في سنة 2000، هدف خرافي. هدف جميل جدا وفيه مهارة عالية جدا من اللاعب. الكورة بتوصل له ما بيستناش إن الكورة تنزل على الأرض، وبيطلع للكورة برجله وبيسدد الكورة بشكل جميل جدا وبيسجل هدف ما يتنسيش وهدف مجنون ومثير بشكل كبير. الهدف رقم 14 هدف لحارس مرمى جنوب أفريقيا في 2017. وأنت أكيد شُفت كتير مهاجمين بيسجّلوا من double kick، لكن إن حارس مرمى يسجّل هدف double kick فده خلّى الهدف مثير ومجنون بشكل كبير جدًا، والحارس سجّل هدف عالمي، هدف مجنون ومثير هيفضل موجود في تاريخه والناس هتفتكره لسنين طويلة جدًا. الهدف رقم 13 هدف جاريث بيل الشهير قدّام ليفربول، هدف في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. بقى هدف أيقوني وهدف مثير ومجنون جدًا من جاريث بيل، لإنه جه من ركلة مقصية، فكان هدف عالمي وقدر ريال مدريد إنه يحسم بيه لقب دوري أبطال أوروبا في 2018 على حساب ليفربول. الهدف رقم 12 هدف ستيفن جيرارد قدام ويست هام، هدف هو الأعظم على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، هدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة الأخيرة للمباراة. الهدف رقم 11 هدف بيركامب قدام الأرجنتين في كأس العالم 98. تمريرة بتوصل لبيركامب وبيستلمها بصعوبة جدا وبيقدر إن هو يسيطر على الكورة، وبعد كده بيسدد الكورة في الجون عشان يسجل هدف مثير ومجنون وبيصعد بهولندا لنصف نهائي كأس العالم. الهدف رقم 10 هدف جيمس رودريجوز مع كولومبيا في كأس العالم 2014.
واحد من أشهر أهداف كأس العالم ومن أشهر أهداف رودريجوز في مسيرته الكروية. هدف فيه مهارة وتسديدة قوية جدا، بيقدر يسجل بيها هدف عالمي، هدف مجنون وهدف مثير هيفضل موجود في ذاكرة كأس العالم. الهدف رقم 9 هدف نيمار جونيور قدام فلامينجو في الدوري البرازيلي، واحد من أجمل أهداف نيمار، واللي من بعدها بقى حديث العالم كله عن الموهبة البرازيلية القادمة بقوة نيمار. الهدف رقم 8 هدف كريستيانو رونالدو قدام بورتو، هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا من تسديدة صاروخية على بعد 40 ياردة، بيتفاجئ بيها رونالدو الكل وبيسجل هدف مجنون ومثير هيفضل موجود في ذاكرة دوري أبطال أوروبا سنين طويلة. الهدف رقم 7 هدف جورج ويا قدام فيرونا، أسطورة الكرة الإفريقية اللي بيقدر يسجل هدف من أجمل الأهداف وبمجهود فردي وبمهارة كبيرة جدا منه عشان يكون هدف أيقوني وهدف أسطوري، هدف مثير ومجنون جدا. الهدف رقم 6 هدف زيدان قدام باير ليفركوزن، كرة بتيجي لزيدان ومن غير حتى ما يستلم ولا يوقف الكورة بيسدد على الطاير عشان يسجل هدف من أجمل أهداف زيدان ومن أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم. الهدف رقم 5 هدف روني قدام مانشستر سيتي، واحد من أجمل الأهداف من ركلات مقصية في التاريخ إن لم يكن هو أفضلهم. الهدف الرابع هدف رونالدو قدام اليوفي، الهدف الأيقوني لكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، هدف مش محتاج شرح ولا كلام كتير، يكفي تحية جمهور اليوفي لرونالدو بعد الهدف في موقف مش بيحصل كتير في كرة القدم. ناس كتير بتعتبر إن الهدف من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم، وكمان ناس شايفة إن هو أجمل هدف من ركلة مقصية. أنت إيه رأيك؟ هل هو الهدف الأجمل من ركلة مقصية ولا في هدف تاني أجمل منه؟ الهدف الثالث هدف إبراهيموفيتش مع السويد قدام إنجلترا، هدف من أجمل أهداف إبراهيموفيتش اللي سجل أهداف كتير بصراحة مثيرة ومجنونة، لكن يمكن ده من أكثرهم جنون وإثارة في تاريخ إبراهيموفيتش وتاريخ كرة القدم. الهدف الثاني هدف مارادونا قدام إنجلترا في كأس العالم، هدف أيقوني وهدف مثير ومجنون لمارادونا وواحد من أجمل الأهداف في التاريخ. ناس كتير شايفة إنه الهدف الأجمل في التاريخ، ناس تانية شايفة إن هدف ميسي بتاع أنكر ميسي هو الهدف الأجمل. أنت بالنسبة لك أنه الهدف الأجمل، هدف مارادونا ولا هدف أنكر ميسي؟ الهدف الأول هدف أنكر ميسي، الهدف الشهير قدام ختافي، وزي ما قلت لك في ناس كتير بتعتبر إن الهدف ده هو أجمل هدف في تاريخ كرة القدم، وفي ناس شايفة إن هدف مارادونا أجمل منه، لكن بالتأكيد إن الهدفين من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم. ولو وصلت لحد هنا فما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، إيه أجمل هدف أنت بتشوفه بالنسبة لك؟ وهل في أهداف كانت المفروض تبقى موجودة في القايمة دي ولا لأ؟ وبرضه ما تنساش إن أكبر دعم ممكن تقدمه ليا إنك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وما تنساش أنا مش بقدم محتوى، أنا بقدم حاجة أنا بحبها.